أتذكر قبل كنت أطلع ويا الوالد بالأعراس والمناسبات، فصبوا قدامنا الأكل تمن وعليه مرق، فأول لقمة الأكل يخبل. أسأل الوالد هذا شنو؟ مجرد ما بواعد لقيت الماعون ممسوح. يلا صحة وعافية. اليوم راح نسوي الأكلة الصحية العراقية، تبسي مال أعراس. او زبده زيت اي شيء اللي يعجبكم. فصين ثوم، خاشوقتين معجون، نحمس الحمسه زينه. وهسه نخلي بالجدر مالتنا زبدة، فصين ثوم وخاشوقتين معجون، ونقلبهن كل زين. عندي طماطه اثنين قطعتهن وضربتهم بالخلاط. وهسه نخلي الطماطة شخصيا. كشب، خاشوقتين صاص، وهسه نخلي خاشوقتين كاتشب. صاص ما عندي فما خليته. فلفل اسود، كزبره مطحونه، كمون، كاري، ملح. حط المواد، راح نخلي نص قلاص مي. البهارات فلفل اسود، كزبرة، كمون، كاري وملح، ونخلي فوقهن مي ونخلطهن كل زين. نتركها 10 دقائق. هسه ننزل نص ليمونه مقطعه شرايح وشلنا الحب. نص ليمونة اذا متوفر. ننزلها، ننزل البصل والفلفل والطماطه. بعدها وهسه ننزل خضروات، طماطة وبصل وبوتيتا وفلفل. ننزل البطاطا او البوتيتا والباذنجان. خلطه خفيفه كلش حتى ما ينمرد. وننزل باقي الخضروات ونخلطهن خلطة بسيطة على مود ليمون. الخضروات ما تنمرد، وعلى نار هادئه كلش. حط الطبق، ننتظرها 25 دقيقه ونرجع لها. وهسه نعوفها على نار هادية كلش 25 دقيقة ونرجع لها. شنو هالجمال هذا؟ بدون لحم، بدون دجاج، بدون اي شيء. طبعا اكو يخلون وياه بصره، يخلون وياه شطه، وهذا الصوص الخيالي. مليون عافيه. اتذكر الله يعطيك ألف عافية شيف، من ألذ وأطيب الأكلات العراقية. جربوها كلش طيبة طبعا. في أمان الله.